الراجل ده بيحكي لي أكتر موقف غريب سمعت عنه في حياتي. بيقول كنت شغال في مصنع عربيات قديم، كل حاجة فيه بتديك حق إنك مش لوحدك حتى لو المكان فاضي. الشيفت بتاعي بينتهي الساعة 3 الفجر، والليل دايما بيكون طويل. في يوم وأنا براجع على المعدات قبل ما أقفل، سمعت صوت خطوات تقيلة جاية من ناحية المخزن. صوتها كأنه جاي من مكان بعيد قوي، لكن بيقرب بسرعة. مسكت كشافي ومشيت ناحيته، لقيت قدامي راجل لابس هدوم شغل باين عليها انها من زمن تاني خالص، هدوم مليانة زيت ومقطعة. سألته انت مين؟ لكنه مردش، كان ثابت زي التمثال، عينيه ما كانتش بتتحرك. حسيت انه شايفني كويس جدا. قرب مني بخطوات بطيئة، وكل لما يخطي خطوة النور في المصنع يضعف اكتر والهوا يبقى اتقل، لحد ما الدنيا كلها بقت ضلمة. شغلت الكشاف وانا قلبي بيدق زي الطبول، لكن لما وجهت الضوء ما لقيتش اي حد، بس على الارض كان في اثر خطوات مبلولة بالزيت، نهايتها وقفت عندي. في اللحظة دي حسيت بكف تقيل بيتحط على كتفي من ورا. لما لفيت بسرعة ما كانش فيه غير الهوا وصوت همسة في ودني ضعيفة بتقول: المكان ده مش ليك، امشي.